السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. رمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة بإذن الله زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض أحلى وأطعم محشي كرنب ممكن تاكليه. بس النهاردة هنعمله من الكرنب اللي احنا مفرزينه. طبعا كنا فرزنا الكرنب مع بعض قبل كده. اللي ما شافش الفيديو يروح يشوفه. طريقة تحفة سهلة جدا، لو قدامك كام كرنباية هتقطعيهم بمنتهى السهولة. النهارده بقى هنعمله لان ستات كتير قوي بتشتكي ان الكرنب بيجلد معاهم بعد التفريز، وكتير منهم ما بيحبش ان هو يفرز الكرنب بسبب ان هم بعد كده ما بيعرفوش يسووه ازاي وبيطلع مجلد معاهم. طب احنا النهارده باذن الله هعمل معاكم اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض، وهنشوف طريقة التسوية الصح. الاول كده نسمي بالله ونشوف الخلطة المحشي على اصولها هنعملها ازاي. معايا هنا على البوتاجاز صينية نضيف فيها حبة من الزيت حلوين. بعد كده بننزل عليها بالبصل بتاعنا ونبدأ ان احنا نشوحه كويس لحد لما اللون بتاع البصل بتاعنا يصفر، ما ياخدش لون معانا. تمام. بعد كده معايا بقى معلقة من هريسة الشطة اللي احنا طبعا مفرزينها سوا. دي بقى بتدي طعم خطير للمحشي بتاعك وريحته فظيعة. جربيها كده وقولي رأيك فيها ايه. بعد ما بنشوح البصلة مع الشطة بتاعتنا، بننزل بعد كده بعصير الطماطم. والمحشي مش لازم ان احنا نصفي الطماطم بتاعته. بعد ما بننزل بكمية طماطم حلوة بنبدأ ان احنا نقلبه وهنسيبها بقى تتسبك براحتها. لما تيجي تسبكي ايا كانت تسبيكة، مش تسبيكة المحشي بس، سبكيها على نار هادية. صدقيني بيفرق جدا في طعم الاكل بتاعك التسوية على النار الهادية. بعد ما خلاص اتسبكت معايا ببدأ بحط بقى اضيف الرز بتاعي اللي انا غسلاه، وهنشوحه بس يا دوبك دقيقة. في الوقت ده انا كنت طفيت النار، بعد ما شوحت الرز طفيت النار وبسيبه لحد لما يدفى شوية. وبعد كده بنزل بكمية الخضرة بتاعتي، شبت، كزبرة، بقدونس، على النار دلوقتي مطفية تمام علشان خاطر الخضرة بتاعتي تفضل خضرة باللون بتاعها الجميل. بنزل بالبهارات بتاعتي، الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة كبيرة من الكزبرة، وعلشان الكرنب فطبيعي لازم الكمون بتاعنا. ما بنضيفش أكتر من كده على خلطة المحشي. هنا هنبدأ بقى نلف ده الكرنب اللي احنا كنا مفرزينه سوا. طيب بنعمل ايه؟ بتطلعيه من الفريزر قبلها بيوم. انا النهاردة بإذن الله هعمل محشي، بطلعه قبلها بيوم، بحطه في مصفى في التلاجة لتاني يوم بيكون صفى كل المية بتاعته. ما بعملش اكتر من كده. ماشي يا بنات؟ عشان تاخدي كرنب جميل من غير ما يجلد معاكي هتعملي الخطوة دي. لازم يتصفى تماما من التجميد بتاعه. هنا معايا الصينية اللي انا كنت بعمل فيها الخلطة، ببدأ ان انا احشي فيها. طبعا احنا كنا لما كنا مفرزين الكرنب انا كنت شايلة معاكم اللي هو الورق الاخضر خالص، وقلنا علشان ده انا بحب احطه ارضية في قعر الصينية او الحلة اللي انا بسوي فيها. بعد كده هنبدأ بقى ان احنا نلف المحشي بتاعنا. اول حاجة ببدأ بيها هو الورق الاخضر، بنحطه تحت لان بياخد تسوية اكتر. بتبدأي ان انت لما تيجي تلفي الورقة هتلاقي فيها جنب ناعم وجنب العروق بتاعته بتبقى ظاهرة. لما بتحط الخلطة بتحط على الجنب اللي العروق بتاعته ظاهرة اللي هو الجنب الخشن. وبنبدأ بعد كده ما تزوديش الرز في الورقة. تخلي وانت بتسوي الورق بتاعك في الصينية او الحلة، تبدأي ان انت تخلي بس فراغ ما بين كل صبع وصبع، يعني ما تخليهمش لازقين في بعض جامد. تمام. بعد كده بتبدأي وانت بترصي صف بالطول وصف بالعرض زي ما انتم شايفين كده دلوقتي اهو. لما نيجي نعمل الصف التاني هنعكس. طب ده ليه؟ علشان خاطر لما تيجي بعد كده تسوي المحشي بتاعك وتيجي تضيفيله او الشوربة او المية اللي هتسوي بيها، تبدأ ان هي تنزل في كل صف وتبدأ ان هي توصل للمحشي بتاعي كله، ما يطلعش بقى معايا صف ني وصف مستوي. تمام كده يا بنات؟ طبعا كلامي ده انا بقوله للبنوتات اللي لسه مبتدئين، اللي بيستصعبوا عمايل المحشي، اللي ما بيطلعش معاهم مظبوط سواء في التسوية
او اللي هما بيخافوا من الكرنب المتفرز ما بيعرفوش ان هما يسووه ازاي. هنا خلاص كنت خلصت بقى الكمية بتاعتي، وخلي كده ايه مسافة في المحلة اللي انت بتسوي فيها، علشان خاطر المحشي بعد كده هيبدأ ان هو يزيد معايا. بعد كده معايا بقى سواء بقى الشوربة او المية اللي هتسوي فيها، بس سخنتها ما غليتهاش جامد، انا دوبك بس سخنتها. طبعا ده بيفرق ما بين لما تكوني بتعملي الكرنباية لسه طازة او ان انتي مفرزة. انا بسخنها بس، وببدأ بعد كده احطها على المحشي بتاعي. لازم نهز الصينية شوية كده علشان خاطر الشوربة بتاعتنا تنزل لكل صوبع وكل رصة في المحشي، ويبدأ يستوي معايا كله نفس السوا. تمام. لما تيجي تحط المية ما تملاش قوي، يا دوبك بس انا عايزة اول صوبع يكون باين، واي طبق بقى عندك يتحمل السخونية او الحرارة، وتبدأي تحطيه على وش الحلة. وبعد كده هنبدأ نغطيها، وفي الوقت ده طبعا النار بتاعتي بتبقى عالية. اول ما يتشرب معايا هنبدأ بعد كده نهدي النار. هنا كانت تشرب معايا، بصوا شايفين في حاجة بسيطة خالص من الشوربة. في الوقت ده هنهدي النار وهنسيبه بقى يستوي على راحته خالص، هيطلع معايا احلى محشي ممكن تاكليه. بص الصوبع ماسك نفسه، الرز ما طلعش منه، بيلمع، طعمه جميل مزبد، لا مجلد بقى ولا بيشد ولا كل اللي انتي بنسمع عنه ده، وكل المشاكل اللي كتير قوي ستات كتير بتقع فيها وبتشتكي منها. تمام كده. كده نكون خلصنا بقى الفيديو بتاعنا. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم وتجربوا الطريقة. واللي لسه عايزة تخزن كرنب، اتمنى منك ان انت تشوفي الفيديو بتاع تفريز الكرنب، هيعجبك جدا، وطريقة التقطيع بتاعته مفيش اسهل من كده. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.